واحد من أهم نجوم نادي الزمالك عبر التاريخ، واحد من الناس اللي بتقدرهم جماهير نادي الزمالك، وله بطولات كبيرة، وقد يكون يعني هو اللاعب الأكثر حصولا على البطولات. هو النجم الكبير الكابتن خالد الغندور، نجم مصر ونجم نادي الزمالك. كابتن خالد، برحب بيك. كابتن خالد، ودايما طبعا بستمتع بتحليلاتك وبستمتع بآرائك وأخبارك الصادقة على اسمك. ربنا إسلام يخليك كابتن. صادق وأنت صادق دائما. ربنا يخليك كابتن. والصحفيين الكبار اللي فعلا يعني صراحة عملت اسم كبير من خلال انفراداتك وأخبارك الصادقة، اللي حتى لو البعض حاول يكذبها في البداية، في النهاية بتصدق لأنها حقيقية. بشكرك كابتن. يعني بنتكلم النهارده عن العد التنازلي بدأ بالنسبة لجماهير نادي الزمالك. الجميع يترقب طبعا مواجهة نهائي الكونفدرالية، والجميع بينتظر طبعا عودة نادي الزمالك مرة تانية إلى البطولات أو إلى التتويج الإفريقي. هل حضرتك شايف أن البطولة دي بمثابة عنق زجاجة سواء للاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة؟ وكيف يتم التعامل مع فريق نهضة بركان؟ طبعا يا كابتن اسلام، نادي الزمالك بيمر بظروف صعبه جدا، ومجلس الاداره بيتحمل يعني مشاكل ماليه كبيره جدا 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 عليه انه يحلها. وبالتالي رغم ان الشهور اللي فاتت الزمالك خسر بطولات كتيره في كره السله او الطايره او اليد، لكن لازم الناس تقدر الظروف اللي اتحط فيها مجلس الاداره الحالي من اموال كثيره لابد من دفعها، قضايا كبيره وكتيره. كل ما بنطلع من عنق زجاجه بنخش في قضيه اكبر بفلوس اكتر، وبالتالي الله يكون في عون مجلس الاداره. فلازم الناس تصبر على المجلس دوت سنه، يعني على الاقل نبتدي نحاسبه مع الانتقالات الصيفيه اللي جايه، في اختيارات اللاعبين، في قدرته على فتح القيد مره اخرى بعد ما كان القيد مقفول اتفتح واتقفل تاني بسبب كثره القضايا اللي موجوده على النادي. البطوله دي هي البطوله الاغلى والاهم الفتره دي. خد بالك الزمالك والزملكاويه فرحوا ببطوله الطايره للسيدات، الفوز ببطوله افريقيا على حساب النادي الاهلي الاكثر استقرارا على ملعبه ووسط جماهيره. استطاع سيدات الزمالك وبنات الزمالك ان يكسبوا النادي الاهلي رغم كل الظروف الصعبه اللي بيمروا بيها اللاعبات او المجلس، وكانت فرحه كبيره للزملكاويه. ما بالك بقى بطوله افريقيا او الكونفدراليه لكره القدم، ورغم كل الظروف الصعبه اللي بيمر بيها نادي الزمالك. خد بالك يا كابتن اسلام، محدش مركز. الزمالك كان هيخرج من بطل جيبوتي ولا تشاد، والله ما فاكر. جيبوتي اعتقد. بطل جيبوتي. الزمالك كان خسران بره ارضه وخسران على ارتا ارضه. سولار يا كابتن. ارتا سولار الجيبوتي. تمام، كان خسران على ارضه ومطالب يجيب 4 تجوان في الشوط الثاني عشان يصعد لدوري المجموعات. فالزمالك جه من بعيد قوي وقدر انه يرجع للمباراه ويجيب 4 تجوان عشان نشوفه النهارده في نهائي البطوله وهو بيلاعب نهضه بركان، الفرقه اللي صعدت بسبب عدم اللعب امام اتحاد العاصمه. تمام؟ ايوه. نهضه بركان فرقه كبيره، فرقه وصلت نهائي افريقيا قبل كده امام الزمالك، فرقه بعديها كسبت الكونفدراليه وبعديها كسبت السوبر الافريقي على حساب الوداد، بطل افريقيا كان على حساب النادي الاهلي. وبالتالي فرقه كبيره، هم ثالث الدوري المغربي دلوقتي ومتقدمين حتى على الوداد، وبالتالي هي فرقه محترمه، فرقه قويه. الزمالك مطالب انه يفوز بالبطوله دي عشان يعني يستعيد جزء من هيبته.
الافريقيه. والزمالك يعني لابد ان هو دايما نشوفه في دوري الابطال، وان الكونفدراليه دي بطوله بالنسبه للزمالك بطوله اقل كثيرا من اسمه وتاريخه وامكانياته، ولكن الفوز بيها مهم جدا للخروج من عنق الزجاجه زي ما حضرتك قلت.